هل يجب أن نتوقف كثيرا عند التزامن؟ يعني كيف يمكن تفسير تجديد الالتزام وهذا اللقاء الذي تم للوزراء من الدول الثلاث مع العاهل المغربي وسط تصاعد التوتر ما بين هذه الدول والجزائر؟ هل هو صدفة دبلوماسية أم توقيت محسوب؟ نزاع الصحراء الذي كان يعد أحد المثبطات ربما في المنطقة من أجل توسيع المملكة المغربية لنفوذها الاقتصادي في علاقتها مع دول الساحل والصحراء ومع دول غرب إفريقيا فيما يخص العديد من المشاريع الكبرى. كذلك اليوم هناك الحديث عن زخم قوي لدعم مبادرة الحكم الذاتي، وهو ما يعني بالنسبة للمملكة المغربية أن هذا الملف قد انتهي، وأن بداية المرحلة الأخرى ستكون في سياق كذلك انطلاقة الأوراش الكبرى التي سبق الإعلان عليها. هذا من جهة. من جهة أخرى أن المملكة المغربية معنية كذلك بضرورة تأمين الأمن الاقتصادي وكذلك السياسي والاجتماعي بمنطقة الساحل والصحراء.